السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. ان شاء الله كامل تكونوا لاباس وفي صحة جيدة. اليوم راح نديروا مع بعضنا صابلي، لكن بشكل كبير، صابلي حجم كبير. راح تختاري اي حاجة عندك في الدار تكون بشكل دائري، وراح تقصي بها الصابلي تاعك، ما راح تحوسي على طابع ما والو. شوفوا مع بعضنا المقادير. هنا عندي 250 جرام مارغرين تكون بحرارة المطبخ، وعندي 4 بيضات، حتى هما لازم يكونوا بحرارة المطبخ، ما لازمش يكونوا خارجين من الفريجيدير. وعندي كيس تاع سكر جلاس، سكر ناعم. وعندي كيس تاع زيت نفس الحجم راح نكيل بيه. وعندي نص كيس نشاء راح نضيفه فيما بعد. وهنا العجينة تاع الصبلي تاعي راح نقسمها على زوز، نص راح نكهو بلاروم تاع الكراميل، ونص راح ندير ليه لافاني عادي. نبدو مع بعضنا على بركة الله. اول حاجة راح نمحي الزبدة نتاعي مع السكر، ومن بعد راح نضيفو باقي المقادير. اول حاجة راح نغربل السكر باه ميتعبنيش كي يكون فيه الكعابر. وراح نضيف مغرفة نتاع لافاني، ومن بعد العجينة الثانية راح نضيف لها نكهها باللاروم تاع الكراميل. تكون الزبدة تاعك سخونة ما راحش تتعبك. اليوم فضلت نتخلى على البابير، ندير في القصعة كيما كنا نديرو زمان. كيما تلاحظوا الصابلي نتاعنا اليوم لا بابير لا طابع لا برستيج ما والو. تقدر اي وحده عندها المكونات هذم تنوض ودير الصابلي نتاعها. بعد ما محيت البيض والسكر والزيت والزبدة اللي عندي وتجانس كيما الخليط، تلاحظ الخليط عندي، راح نضيف نص كاس النشا اللي عندي. ودرك راح نزيد نضيفو الفرينة نتاعنا تدريجيا، ونضيفو معاها واحدة خميرة تاع الحلويات. راح نلمو العجينة نتاعنا غير باطراف الاصابع، ما راحش نعجنوها.
راح نضيف واحدة خميرة تاع الحلويات وزن 10 غرام. نزيد نضيف شوية فرينة. انا نفضل نقسم العجينة نتاعي قبل ما نكهها وهي مازالت شوية طرية. نضيفو مقدار مغرفة صغيرة نتاع لاروم. نكمل نزيد الفرينة. كما تلاحظوا راني قاعده غير ندور في هذه الاصابع تاعي باه ما نعجنهاش. هذه العجينه تاعي والباقي راح نضيف لها الفرينه. بعد ما خليت العجينه نتاعي ارتاحت راح نبدو نشكلو العجينه نتاعنا. انا عندي القبلي هذا راح ندير بيه الدوائر نتاعي. راح نخلي حبة، انا حبة راح نخليها نورمال، حبة راح ندير لها الشكل هذا تعطيني شكل دونات، حبة راح نخليها نورمال. كما تلاحظوا انا استعنت بالساشي باه تعاوني كي درت في اللوحة ديريكت، ما عرفتش نهزها. مي الساشي راح تعاونك، راح تهزي الحبة بتاعك بكل سهولة. ما نصبلي نورمال استعيني بالساشي. راح نكمل الحبات نتاعنا نرجعوا مع بعضنا. بعد ما طابت الحلوى نتاعي وخليتها خذت اللون الذهبي كما تلاحظوا بالشكل هذا، هذه اللي درت فيها الكراميل وهذه النورمال.
راح ندير ليهم كامل الكونفيتير. هنا عندي الكونفيتير تاع المشماش، راح نلصقهم بالطريقه هذه. راح نلصقهم فقط، ما راحش نعمر الحبات تاعي. راح نكمل الكمية نتاعي كامل الكونفيتير بالطريقة هذه، ونرجعوا مع بعضنا نكملوا التزيين. بعد ما كملت الكمية نتاعي كامل تاع الصبلي نتاعي، راح ندرذر عليهم سكر جلاس من فوق للتزيين فقط. اللي ما تحبش الجاتو حلو ياسر، تكمل التزيين تاعو بالكونفيتير فقط، حاجة سامبل. اذا ها هي الحلوى نتاعي، حلوى الصابلي بحجم كبير. نص راني درتو بالكونفيتير، نص هذا درتو بغاناش تاع الشيكولا، خرجته بالبوش. اتمنى تعجبكم طريقتي، اتمنى تجربوها. الى ملتقى واحد اخر، سلام.